بص لنفسك في المراية واسأل، ليه ممكن إنسان عاقل يدفع تمن بيت أو يخت في حتة ماكينة مربوطة على إيده؟ هل هو جنون عظمة؟ ولا إحنا مش فاهمين أصول اللعبة؟ الساعة في الأصل وجدت عشان تقولك الوقت، والنهاردة الموبايل اللي في جيبك أدق من أغلى ساعة ميكانيكية في العالم بآلاف المرات. يبقى ليه القلق الفاخر ده؟ وليه تشتري حاجة تخليك خايف تلمس طرف الترابيزة؟ أهلا بيكم في سطر وحضارة. النهاردة هنحفر في التاريخ من أول بيضة اخترعها حداد ألماني لحد باند سيليكون ياخد منك اشتراك شهري عشان يقولك نمت كام ساعة. وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. الحكاية ما بدأتش في سويسرا زي ما الكل فاكر. الحكاية بدأت في ألمانيا، وبالتحديد في مدينة نورنبرغ سنة 1505. كان في حداد ساعاتي عبقري اسمه بيتر هنلاين. الراجل ده عمل معجزة وقتها، صغر التروس وحطهم في علبة نحاس صغيرة على شكل بيضة، واتعرفت تاريخيا ببيضة نورنبرغ، المدينة اللي كانت مركز تجاري وصناعي ضخم. والساعة دي ما كانتش مجرد آلة، دي كانت ثورة تقنية خلت الملوك والأباطرة في أوروبا يتجننوا عليها. الساعات دي ما كانش فيها أقرب دقايق أصلا، كانت بتقول الساعة بالتقريب، لكن امتلاكها كان معناه إنك بتملك الزمن. وفي كتاب The Mirror of the World للكاتب جوردان بيل بيشرح إزاي الساعة دي حولت مفهوم الزمن من حاجة عامة لحاجة شخصية ورمز للسلطة المطلقة. الشخص اللي شايل البيضة في رقبته أو في حزامه كان بيقول للعالم أنا فوق قوانين الطبيعة. بمرور الوقت الصناعة دي هاجرت لسويسرا، وهناك في القرن 19 بدأت شركات زي باتيك فيليب وأوديمار بيغيه تحول الساعات لتحف فنية. باتيك فيليب مثلا اللي بدأت سنة 1839 كانت بتصنع ساعات للملوك حرفيا زي الملكة فيكتوريا، والسبب إنهم اعتمدوا على التعقيدات الساعاتية، يعني الساعة تحسب لك التاريخ والشهور ودورة القمر يدويا بدون حجر بطارية. بس الغريب إن الساعة وقتها كانت ساعة جيب للرجال، واليدوية كانت تعتبر مجوهرات ستات. لكن لما جت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 غيرت كل حاجة. الضباط في الخنادق ما كانش عندهم رفاهية إنهم يطلعوا ساعة من جيبهم وهم ماسكين السلاح وبيحسبوا توقيت الهجوم، فبدأوا يربطوا ساعات الجيب بجلودهم على معاصمهم، وظهرت ساعة الخندق ترينش ووتش. الحرب دي هي اللي خلت ساعة اليد رمز للرجولة والعملية، ونقلتها من خانة الزينة لخانة أداة البقاء. لما نسأل ليه رولكس أو باتيك غاليين للدرجة دي لازم نرجع لعلم الاجتماع. ففي عالم اسمه ثيرستين بابلن في كتابه الشهير The Theory of the Ledger Classes اتكلم عن مصطلح اسمه الاستهلاك التفاخري. الساعة الغالية هي البروفايل اللي بيمشي قدامك، هي رسالة بتقول أنا نجحت. رولكس مثلا اللي اتأسست سنة 1905 ما كانتش بتبيع رفاهية بس، كانت بتبيع اعتمادية. أول ساعة مقاومة للمية رولكس أويستر، الغني اللي بيدفع تمن المتانة النفسية وتاريخ الشركة والقدرة على التوريث. زي ما باتيك فيليب بتقول في إعلاناتها أنت لا تملك الساعة، أنت مجرد حارس ليها للأجيال القادمة. هنا الساعة بتتحول من آلة لإرث عائلي وقيمة استثمارية، بالدليل إن ساعة الملك فاروق باتيك 1518 اتباعت ب2.3 مليون دولار في 2018. ليه؟ لأنها قطعة من التاريخ مش مجرد عقارب. دلوقتي احنا في عصر جديد، العالم اتقسم لفرقتين، فرقة لسه متمسكة بالتاريخ والميكانيكا، وفرقة تانية بتجري ورا سيليكون فالي. أبل ووتش اللي ظهرت في 2015 بقت الساعة الأكثر مبيعا في العالم، بس هي ساعة ديمقراطية مؤقتة، بتشتريها النهاردة وبترميها بعد سنتين لما بطاريتها بتموت. وعلى الناحية التانية ظهرت الساعة الجديدة اللي اسمها ووب، دي مش ساعة أصلا، دي سنسور ملوش شاشة وبيلبسها رياضيين زي كريستيانو رونالدو، والهدف منه مش معرفة الوقت بل معرفة جودة حياتك، نبضك، نومك، واستشفائك. الغريب هنا إنك أنت بتدفع اشتراك شهري عشان تستخدمها،
يعني احنا اتنقلنا من امتلاك قطعة ميكانيكية بتعيش 100 سنة لتكنولوجيا بتدفع ليها إيجار شهري عشان تعرفك انت تعبان ولا لأ. في النهاية الساعة الغالية مش معمولة عشان تحسب لك الوقت، هي معمولة عشان تحسب قيمتك في عيون المجتمع وتوثق تاريخك الشخصي. هي الفرق بين واحد لابس ساعة بتخدمه بتحميه من التأخير، وبين واحد لابس ساعة هو اللي بيخدمها وبيخاف عليها من خدش الهوا. الغالي بيشتري التميز والندرة، والذكي بيشتري الأداة اللي تطور حياته. المرة الجاية لما حد يسألك الساعة كام، افتكر إن الإجابة مش دايما أرقام، أحيانا بتكون حكاية حضارة كاملة متلخصة في تكة تروس على معصمة. لو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، هل الساعة فعلا رمز للمكانة ولا هي مجرد منظر ملوش لازمة في عصر الموبايل؟ نتقابل في السطر الجاي. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.